ازيكم عاملين ايه؟ ويا رب تكونوا بخير. معلومه كده على الماشي، لو انتوا كنتوا بتسافروا كتير وعايزين تعرفوا العمله في البلد اللي انتوا موجودين فيها، ابسط حاجه خالص هنفتح الكالكوليتر بتاعنا. انا فتحت الكالكوليتر عادي جدا بتاع الموبايل وبحسب عادي جدا. طب انا عايزه اعرف عمله البلد اللي انا موجوده فيها، بروح دايسه على علامه الكونفرت بفعلها، وهنا انا حاسبه الدولار مقابل الجنيه المصري. وهنا في انواع كتيره جدا من العملات المختلفه. طب وليكن عايزه احسب الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري، زي ما انتم شايفين الدرهم الاماراتي مقابل 13.35. بعد كده وليكن عايزه احسب الدرهم الاماراتي او مثلا هختار $50 مقابل الجنيه المصري. وزي ما انتم شايفين هو من ميزته ان انتوا بدل ما تقعدوا تدوروا على حسابات كل بلد، هو مجرد ما انتوا بتروحوا اي بلد اللوكيشن بتاع الايفون بيتحول للبلد اللي انتوا موجودين فيها، فبالتالي هو بيعمل ابديت للسعر العالمي بتاع البورصه العالميه بتاعه العمله بصفه عامه، وفي عملات مختلفه كتيره جدا. وابقى كده ان انا حبيت اوصل لكم الفكره ان انتوا مش هتحتاجوا ان انتوا تعملوا اكسس على سفاري او جوجل ان انتوا تدوروا على سعر العمله. وابقى كده انا سهلتها عليكم وفدتكم. وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولو اي معلومه تقدروا تعرفوها مني.